بداية تحية لموقع شوف ولقرائه. يوم 17 من هذا الشهر، الشهر الثامن، دعت الحركات الشبابية في الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة إلى تظاهرة تضامنية مع الأسير المحامي محمد علان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما أمام مستشفى برزيلاي في مدينة عسقلان. توجهنا في حافلات وسيارات خاصة إلى موقع التظاهر أمام المستشفى في برازيلاي. قسم من المتظاهرين فعلا تمكنوا من الوصول إلى موقع التظاهر أمام المستشفى، والقسم الآخر جاءوا بحافلات، لكن قوات الشرطة كانت قد فرضت حواجز في الشوارع الرئيسية التي تقود إلى موقع التظاهر، وقامت باعتقال الباصات واحتجاز الباصات وأمر سائقيها أن يتوقفوا جانبا، وذلك عند المفرق المركزي لمدينة عسقلان. وهناك تجمع المتظاهرون بعد أن نزلوا من الحافلات، وانقسمت التظاهرة إلى قسمين: قسم أمام المستشفى وقسم على مدخل مدينة عسقلان على المفرق. منعوا من الاستمرار نحو موقع التظاهرة. المطالب والشعارات التي رفعها المتظاهرون: منع التغذية القسرية للأسير محمد علان لكسر إضرابه، الإضراب الذي يخوضه من أجل تحريره، إذ أنه أسير إداري أي بلا محاكمة تعتقله إسرائيل دون توجيه أي تهمة له ودون أي محاكمة. هذه الشعارات وهذه المقولات دولة إسرائيل ترفضها، حتى إن كان التظاهر تظاهرا سلميا، تظاهرا يعبر عن غضب الشارع الفلسطيني تجاه ما التعامل الإسرائيلي مع ملف الأسرى السياسيين في سجون الاحتلال، وعددهم اليوم 5000 أسير في سجون الاحتلال، المئات منهم أسرى إداريون دون أي محاكمات، المئات أيضا من الأطفال القاصرين. ومؤخرا فرضت دولة إسرائيل أو سنت قانونا يسمى قانون التغذية القسرية لتتعامل مع مسألة إضراب الأسرى، وهي ورقة ضاغطة يستخدمها الأسرى السياسيون عالميا من أجل تحصيل حقوقهم من يعتقلهم من السلطات التي تضطهدهم، من السلطات التي تحتل بلادهم، وهو أسلوب عالمي. إسرائيل كانت تعجز دائما أمام النضال الأسطوري لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ولهذا وخاصة في موضوع الإضراب. ولهذا السبب تلجأ اليوم إلى فرض قانون يغذي الأسرى رغما عنهم قسريا وهم يعرضوا حياتهم للخطر، وهذا مرفوض عالميا ومرفوض فلسطينيا ومرفوض من قبل كل من يعمل في مجال حقوق الإنسان وفي الدفاع عن حقوق المعتقلين والأسرى وأي إنسان يتعرض للاضطهاد والحبس. مجرد وجودنا في مدينة عسقلان كان مثار استنفار ومصدر استنفار لدى القوات الإسرائيلية. مدينة عسقلان كانت مليئة بالقوات الإسرائيلية الذين أغلقوا الشوارع وحاولوا أن يضيقوا على المتظاهرين وقمع المتظاهرين. بالمقابل سمحوا لعصابات اليمين المتطرف لمارزل وزمرته وغيرهم من أن يتظاهروا مقابل التظاهرة دون أن يتعرضوا لهم بأي أذى أو تضييق. في المقابل التظاهرة المقابلة تظاهرة الفلسطينيين واليهود المتضامنين مع الأسير محمد علان
علان تعرض المتظاهرون فيها للضرب. اعتقل قرابة 10 أشخاص، رغم أن الشرطة الإسرائيلية كانت تعتقل، وهو أسلوب تعتمده مؤخرا، تعتقل عشوائيا ثم تكتب التهم الموجهة إليهم أو الشبهات التي يشتبه بها المعتقلون. كان الاعتقال لعدد كبير من القاصرين الذين أطلق سراحهم في يوم الاعتقال نفسه، أي لم يبيتوا في السجن، وذلك لغياب أي أدلة على أنهم قاموا بأي عمل مخالف للقانون. وجدنا أنفسنا في موقع التظاهر، أقصد حيث أنا كنت موجودا على مفرق عسقلان، وجدنا أنفسنا محاطين بكمية كبيرة من قوات الشرطة التي تريد رغما عنا أن تجعلنا نعود إلى الحافلات وألا نعبر عن رأينا بطريقة سلمية ونعبر عن غضبنا واستيائنا. أحضروا سيارات المياه العادمة، قاموا بدفع والهجوم على المتظاهرين بشكل عنيف وعشوائي، وتعرض المتظاهرون للضرب من رجال شرطة مدججون أيضا بالسلاح وكل معدات قمع التظاهرات. المعتقلون أيضا تعرضوا لحظة الاعتقال، وبعضهم أيضا في سيارات الاعتقال، وبعضهم أيضا داخل السجن إلى ضرب مبرح عقابا لهم على التظاهر. أنا شخصيا هوجمت من مجموعة من الشرطة لحظة اعتقالي، أوقعوني أرضا وانهالوا علي بالضرب، والشرطة لم تكن تملك أي دليل على أنني قمت بأي مخالفة قانونية. وكانت ظروف الاعتقال نفسها ظروف في غاية السوء، حيث لا احترام، حيث التعامل مع المشتبه على أنه جان ومتهم لا على أنه مشتبه، وهذه نقطة في غاية الأهمية. تعاملوا معنا تماما على أننا مجرمون، ونحن لسنا كذلك. كل ما فعلنا أننا تظاهرنا. وهنا أود أن أؤكد على مسألة في غاية المهمة لنا كجماعة في هذه البلاد وكشعب فلسطيني عموما، على أن حقوقنا الوطنية وحقوقنا المدنية تحتاج منا إلى تلاحم وإلى وحدة وطنية، وإلى أن نسيس الغضب ونستثمر الغضب من أجل رفع السقف السياسي، وأن حقوقنا لا تنتزع إلا بوجودنا وحضورنا في الميدان تظاهرا بالتوعية والتثقيف وإسماع صوتنا وقرع الخزان ليصل الصوت إلى من يجب أن يصل الصوت إليهم، إن كان الحكومة الإسرائيلية أو القيادات الفلسطينية أو العالم أجمع. قضيتنا قضية عادلة بامتياز، قضيتنا قضية إنسانية بامتياز، تجمع أيضا اليهودي الحر الذي لا يعترف بالصهيونية، وأيضا الفلسطيني وكل أحرار العالم، على مبدأ أن الطغيان وأن الظلم وأن الاستعمار لا يمكن أن يدوم. قضية محمد علان هي قضية كل فلسطيني، هي قضية كل أم فلسطينية، هي قضية كل حر فلسطيني. ووجودنا في الشارع في هذه القضية أو غيرها هو واجب، لأننا عندما نقول كلمتنا الآن فإننا نحمي مستقبلنا، نحمي مستقبل أبنائنا، ونعزز ونؤكد وجودنا في أرضنا على أنه حق وليس منة من أحد. نحن لسنا وافدين، نحن أبناء هذا الوطن. وأثبتت التجربة في السنوات الأخيرة وقديما أيضا، لكن في الأول الأخيرة في حراك براذر، في الحراك التضامني مع الأسرى، أن نزولنا إلى الشارع بشكل موحد ومنظم ولنعبر عن غضبنا ولنعلي صوتنا ونرفع مطالبنا يأتي بنتيجة. صوتنا وصل المجتمع الإسرائيلي لنتيجة إغلاق عسقلان بفعل ما قامت به الشرطة من إغلاق للشوارع. وصل صوت محمد علان ومطالب محمد علان إلى الشارع الإسرائيلي وأيضا إلى العالم عبر التغطية الإعلامية، باعتقادي أن هذه التجربة التي تلتحم بالشارع، التي
تجعل الميدان ساحة لها، بالإضافة إلى استثمار هذا الأمر سياسيا جدا ناجع وجدا مهم. وفي النهاية لابد من توجيه كلمة شكر إلى أهل بلدي باقة الغربية تحديدا على وقفتهم النبيلة المشرفة، إذا اتصل العشرات المئات كتبوا، وجاءني إلى هنا في البيت الكثير من أهل باقة الكرام، باقة التي كانت دائما حاضنة للعمل الوطني الحر والمشرف التثقيفي التنويري الشجاع منذ عقود، وهذا ليس جديدا على باقة. وألف تحية لأسران البواسل، ألف تحية لكادر المحامين الذين وقفوا مع المعتقلين حتى النهاية من أجل إطلاق سراحهم، ألف تحية لكل من تواجد في الشارع على وقفة الشباب الشجعان المتحدين الذين لا يخشون لا اعتقالا ولا تضييقا ولا قمعا ولا حبسا منزليا، وأصروا على إسماع صوتهم في مدينة عسقلان وهم محاطون بمئات من الشرطة وقوات الأمن لا يخشون شيئا. ألف تحية لهؤلاء، ونحن مستمرون في نضالنا من أجل الأسرى وحريتهم وفي دفاعنا عن أرضنا وعن أوقافنا وعن وجودنا وعن هويتنا.